طب سألت نفسك بقى، هل سيادتك جيت في مرة وسألت نفسك ازاي بتتم عملية التفكير؟ يعني ايه يا مستر بقى اللي انت بتقوله؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجة. احنا ازاي بنفكر؟ احنا، انت تيجي تقول لي يا مستر والله بنفكر، يعني بنفكر اول ما بيجي حاجة في دماغنا خلاص بفكر فيها، صح؟ هقول لك ماشي برافو، بس ازاي بقى؟ ايه هي الخطوات؟ انا لو ركز معايا هتلاقيني لسه بقول لك يا محمد، فانتبهت لي، فابتديت ان انت تعمل ايه؟ ابتديت يا مستر ان انا اركز، صح؟ يبقى كيف تتم عملية التفكير؟ بص يا سيدي، عندما يتعرض الفرد لمثيرات او موقف، وركز معايا لمثيرات، وبالذات الناس اللي هتكمل تانية ثانوي، عشان كلمة مثيرات يعني حاجات بتشد انتباهي. لما حضرتك تتعرض لشيء بيشد انتباهك، شيء بيجذبك، اي مثير خارجي، ندهت لك يبقى مثير اهو. انا وانتوا قاعدين في الحصه وفجاه سمعنا صوت زعيق من بره، فهنجري، هو في ايه؟ عايزين نفهم في ايه. لما انت بتتعرض لمثير من المثيرات ديت، ايه اللي بيحصل؟ بيتم استقبالها من خلال حواسك يا محمد. اول حاجه استقبلتها ايه؟ ودنك، حست الايه؟ السمع. طب يا مستر بعد ما بيتم استقبالها من خلال الحواس، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يبدأ المخ البشري في ممارسة العمليات بقى، بيعمل بعض الأنشطة بقى، زي التفسير، الفهم، الإدراك. هو عايز يعمل أنشطة ذهنية غير مرئية. وركز، هي يا مستر الأنشطة اللي بنعملها بمخنا دي متشافة؟ يعني أنا شايفك قاعد كده وسرحان، هل أنا شايف إيه اللي بيحصل جوه مخك؟ لأ. فيبقى هنا اول ما بتيجي المثيرات الخارجيه او الداخليه، بطنك مثلا جعان، فبطنك تبتدي ايه؟ يقول لك يا مستر ده الجوع بيقطع بطني، ما هو ده مثير داخلي. فانت ركزت معايا، انا جعان، طب اروح كده افتح التلاجة اشوف ايه اللي موجود، اكلم ماما مثلا عامله لنا ايه على الاكل النهارده في الغداء، انا جاي من الدرس مش قادر. فهنا انت اول ما سيادتك بيجي لك مثير خارجي او داخلي بتستقبلها بحواسك. طب بعد ما بستقبلها بحواسي، حواسي بتقول لها طب اتكلي على الله، يلا روحي للمخ بقى، علشان المخ يعمل ايه؟ يبتدي ان هو يفسرك. فاول ما بتروح للمخ بيبتدي يعمل عمليات ذهنيه مش متشافه، زي الانتباه والادراك والتفسير. اهي هو كل اللي بيحصل ده وكل الخطوات دي اسمها خطوات التفكير. بص سبحان الله، كل اللي انا بحكيه لك ده مثلا في خلال دقيقتين مخك بيعمله في اقل من ثواني. شوف قدرة ربنا بقى اللي حاططها فينا. فهي دي عملية التفكير.